إذا مشاهدينا، اليمن تعلن إطلاق صاروخ فلق العنقودي، وهذه الصور التي أمامنا والتي بثها الإعلام الحربي اليمني توثق لحظة انطلاقه من الأراضي اليمنية. هذا الصاروخ مختلف عن غيره، إذ تم تزويده بذخائر عنقودية لأول مرة، وحسب المعلومات المتوفرة أنه يتميز برأس حربي لا ينفجر دفعة واحدة، بل يتشظى في الجو إلى عشرات القذائف الصغيرة تتساقط على مساحات واسعة لتغطي رقعة كاملة بالنار والانفجارات المتتالية. يعني سلاح صمم ليجعل السماء نفسها ساحة رعب، وهو يبدو مخيف فعلا. وهنا المشاهد التي توثق لحظة وصول الصاروخ إلى مدينة حيفا، حيث نرى بوضوح حجم الانفجار وما تبعه من حالة ارتباك واضحة في المكان المستهدف. إذن جماعة أنصار الله تؤكد اليوم أنها أطلقت صاروخ فلق العنقودي، صاروخ جديد يكشف عنه ويستخدم لأول مرة في العمق الإسرائيلي، وقد وصفته الأوساط العسكرية بأنه سلاح يرسم الرعب على وجه السماء. ننتقل الآن إلى هذه الصور المباشرة التي تصلنا في هذه الأثناء من مناطق متفرقة في مدينة حيفا. ما نراه على الشاشة يوضح حجم الارتباك، وكما نشاهد الناس يهرعون، وهناك حالة من الارتباك تسود الشوارع. الوضع كما نتابع يبدو أقرب إلى حالة استنفار عام، ونستمع بشكل واضح في هذه الأثناء صفارات الإنذار وهي تدوي بلا توقف وفي جميع مناطق حيفا. هذه الصور التي نعرضها الآن تظهر مشاهد فوضى واضحة في الشوارع، ونلاحظ أن الناس يهرعون باتجاه واحد، يعني قد يكونوا متجهين إلى الملاجئ المتاحة، حيث أكدت جهات إسرائيلية قبل أيام أن الملاجئ ستبقى مفتوحة أمام السكان، والآن ربما هم بحاجتها في هذه الليلة التي تحولت إلى ليلة استثنائية، حيث تزامن سقوط الصاروخ العنقودي مع هذا النزوح المفاجئ نحو الملاجئ. وننوه مشاهدينا أن حركة المرور توقفت في بعض المناطق، فيما بدا أن الحياة اليومية في المدينة تعطلت فجأة تحت وقع هذه التطورات. وفي الخلفية تعمل الدفاعات الجوية الإسرائيلية بكثافة لمحاولة التصدي، لكن الصاروخ الذي أطلق الليلة قلب المشهد وأدخل حيفا في أجواء أقرب إلى الطوارئ. الصورة الآن أمامنا تحمل الكثير من الدلالات: مدينة كبرى مشلولة، ملاجئ مكتظة، وإنذارات متواصلة. مشهد يقول بوضوح إن حيفا تعيش واحدة من أكثر الليالي صعوبة منذ بدء المواجهة. نعود إلى الحديث عن صاروخ فلق العنقودي، ونذكر مشاهدينا أن هذا الصاروخ كانت قد أعلنت صنعاء عنه في استعراض عسكري رسمي قبل أشهر، لكن استخدامه الليلة كان مفاجئا بكل المقاييس. السلطات الإسرائيلية لم تكن تتوقع أن يتم الدفع بهذا النوع من السلاح إلى الميدان، خصوصا مع ما يحمله من رأس حربي عنقودي، وكما رأيناه اليوم كيف يتشظى في الجو إلى عشرات القذائف الصغيرة ويغطي رقعة واسعة بالانفجارات المتتالية. هذا التطور وصف في دوائر المراقبة بأنه رسالة مزدوجة: استعراض القوة من جهة وكسر معادلات الردع من جهة أخرى، إذ أن حجم الرد اليمني تجاوز كل التوقعات الإسرائيلية. وفي السياق كشفت مصادر في صنعاء أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض مؤخرا على شبكة جواسيس تعمل لصالح إسرائيل. بعض هؤلاء اعترفوا بحسب ما ورد بأنهم كانوا يرسلون معلومات حساسة إلى جهات مرتبطة بالموساد، بينها مواقع حيوية وأماكن تحركات مسؤولين يمنيين. هذه الاعترافات كما قيل كشفت جانبا من كيفية تحديد إسرائيل لأهدافها السابقة، وعلى رأسها استهداف قيادات حكومية في صنعاء. إذن المشهد هذه الليلة لا يقتصر على سقوط صاروخ جديد فوق حيفا، بل يمتد ليكشف عن حرب خفية في الميدان الاستخباراتي تضاف إلى الحرب الصاروخية والمواجهات العلنية.
وبعد أيام من الصمت وبعد محاولات لإظهار صورة اللامبالاة، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن صمته بكلمة غير اعتيادية وصفت بأنها الأشد لهجة تجاه اليمن منذ بدء المواجهة. ظهر نتنياهو وهو يوجه خطابا مباشرا إلى الحوثيين والسلطات في صنعاء مستخدما لغة شديدة وحادة، محاولا استعادة صورة الحزم بعد أن اتهم بالتقليل من شأن اليمن واعتبارها خصما سهلا أو مجموعات صغيرة لا تشكل خطرا حقيقيا. لكن هذه الكلمة بحسب مراقبين كشفت أكثر عن ارتباكه وضعفه مقارنة بالصورة التي حاول ترسيخها في السابق. كما حملت كلمته رسالة إلى الشعب اليمني نفسه، حاول فيها نتنياهو التفريق بين ما سماه الحوثيين كجماعة مسلحة وبين اليمنيين كشعب، في محاولة لإضعاف الحاضنة الشعبية للردود الصاروخية والمسيرات. لكنه في الوقت نفسه أقر ضمنيا بأن الضربات التي طالت العمق الإسرائيلي لم تكن متوقعة بهذا الحجم، وأن إسرائيل على حد وصفه لن تتهاون بعد اليوم مع أي تهديد ينطلق من الأراضي اليمنية. هذه الكلمة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الإسرائيلية، إذ اعتبرت خروجا عن خطابه المعتاد واعترافا غير مباشر بأن اليمن أصبح جبهة مؤثرة فعليا في المعادلة الإقليمية. لا أخفي عليكم حجم التحديات، وأنتم تعرفون أننا نخوض حربا في جبهات متعددة، وقد نتعرض أحيانا إلى صواريخ ومسيرات تأتي من أماكن لم يكن أحد يتوقعها. اليوم أقولها بلا مجاملة ولا مواربة، ما يفعله الحوثيون في اليمن ليس بطولة ولا مقاومة، إنه انتحار سياسي وعسكري لشعب بأكمله اختطفته زمرة ظلامية. هذه الميليشيا التي تحكم بالحديد والنار تحاول أن تصور نفسها كقوة كبرى، بينما هي ليست سوى أداة رخيصة في يد إيران تنفذ أوامرها مثل المرتزقة. إنهم جماعة من المتعصبين يختبئون خلف شعارات كاذبة ويقودون اليمن إلى الخراب والدمار. إسرائيل لم ولن تسمح لهؤلاء العصابات أن يتحولوا إلى تهديد استراتيجي. لن نسمح لأنظمة متخلفة تزرع الفوضى والدماء في منطقتها أن تتطاول على دولة قوية مثل إسرائيل. أقول لقيادة الحوثيين وللسلطة التي تحميهم في صنعاء: أنتم تلعبون بالنار، نار ستحرقكم أولا. لقد اخترتم أن تدخلوا في حرب أكبر منكم بمئات المرات، اخترتم مواجهة لن تخرجوا منها إلا بالهزيمة والندم. الجيش الإسرائيلي يتعامل معكم اليوم كعدو مباشر، وسنطارد كل مسؤول في سلطتكم كما نطارد كل إرهابي يهدد أمننا. لن يكون هناك مكان آمن لا في جبالكم ولا في كهوفكم ولا في عواصمكم.